السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنشارك معكم هاد الطورته الجديده بزاف، الطورته اللي سهله في التحضير ديالها. كنحضرها بدون عجين، كنحضرها غير بورق الفيلو وكنصايبوا حشوه اللي كتجينا معلكه. هاد الطورته البنات انا اكيد الا جربتها غادي تعجبكم. كتجي فيها طبقه ديال القرمشه اللي كتكون من برا، ومن الداخل كتكون فيها واحد التعليكه اللي كتكون خطيره جدا. بلا ما نطول عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. الا كنتي اول مره كتشاهدي قناتي فهذه قناه حسنه رامي، اشتركي فيها وفعلي الجرس باش يوصلك الجديد. واول حاجه غنبدا بها هي تحضير الحشوه. كنحتاجو 150 غرام ديال اللوز كيكون بالقشره ديالو، كنمسحو مزيان من الغبره ومن بعد كنطحنوه بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. من بعد ما كنطحنوه كنخليوه جانبا وغادي ندوزو باش نكملوا باقي المراحل. وفي اناء اخر كنوضع 150 غرام ديال البيض. بالنسبه للبيض كناخذوا بيضه اللي كيكون الحجم ديالها متوسط، وزن كل وحده تقريبا بدون قشره كيكون 50 غرام. هنا بالنسبه للسكر تقدروا تستعملوا السكر الابيض او السكر الاسمر على حسب اللي متوفر عندكم. بالنسبه للسكر الاسمر كيعطينا تعليقه اكثر للحشوه، هادشي علاش كنديروه في هاد الحشوه ديال اللوز. الا ما كانش متوفر عندكم ممكن ديروا السكر الابيض. بالنسبه للقياس هو 150 غرام. عندنا 150 غرام ديال اللوز، 150 غرام ديال البيض، 150 غرام ديال السكر، وكنديروا رشه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال بودره الفاني او ممكن ديروا سائل الفاني او ممكن ديروا كيس ديال سكر الفاني. صافي غنخلط هاد المكونات مزيان حتى كنتاكدوا بان البيض والسكر يعني داب لينا السكر في البيض. صافي وغادي نزيدوا عليهم 150 غرام ديال الزبده اللي كتكون حيوانيه وكتكون بالحراره ديال المطبخ. من بعد ما كنزيدوا الزبده على الخليط ديالنا كنزيدوا كذلك اللوز اللي طحنت معكم في اول الفيديو، وكنزيدوا معلقه كبيره ديال النشا او المايزينا. كنزيدوا كذلك كيس ديال الخميره ديال الحلويات، الوزن ديال الكيس 8 غرام. صافي وهذه هي الحشوه ديالنا واجده. غادي نخلطوها مزيان، كتخلطوها مزيان حتى كتحلوا لكم هذوك الحبيبات ديال الزبده. كما قلت لكم الزبده خصها تكون بالحراره ديال المطبخ باش تجيكم سهله الا كتخلطوا هاد المكونات كاملين. ملي كتكون الزبده بارده كتجي صعيبه انها تحل لكم في وسط الخليط. صافي من بعد ما كنوجدوا الحشوه، هذه هي الحشوه ديالنا وجدناها كنخليوها جانبا وغادي ندوزو باش نكمل معكم باقي المراحل. وهنايا في كاسرونه كندوب 50 غرام ديال الزبده او معلقه كبيره عامره ديال الزبده، كنديرها في كاسرونه وكنخليوها على النار طيب مزيان حتى كيتحرق السائل اللي كيكون فيها. من بعد كنصفيها بهذا الشكل اللي شفتوا معايا، كنصفيها في صفايه وكنخليوها كذلك جانبا. هذه الزبده غنحتاجوها باش ندهنوا ورق الفيلو. كناخذوا الصينيه ديال الفرن او الصينيه اللي غنديروا فيها هاد الطورته ديالنا، ممكن ديروا قياس كبير او صغير على حسب الرغبه. كندهنوها بالزبده. انا غنعطيكم القياس ديال الصينيه اللي استعملت وغنقول لكم الا بغيتوا ديروا الصينيه اكبر شحال اللي غادي ديروا في الحشوه. الا كنتوا غديروا الصينيه اكبر من هذه اللي درت انا غادي ديروا في الحشوه 200 غرام في كل حاجه. يعني غديروا 200 غرام ديال اللوز، 200 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال السكر و200 غرام ديال البيض. 200 غرام ديال البيض هي 4 ديال البيضات بحجم متوسط، كتعطينا 200 غرام ديال البيض. كتزيدوا معاهم كيس ديال الخميره ديال الحلوى وكديروا معاهم رشه ديال الملحه ومعلقه ديال الفاني. بالنسبه للنشا كنديروا 40 غرام ديال النشا. يعني هذه هي الكميه اللي كنتو بغيتو ديروا هاد الطورته ديالكم في صينيه اكبر من هاد الصينيه اللي درت انا. كما شفتوا معايا خديت ورق الفيلو. بالنسبه لورق الفيلو الا كان عندكم في الثلاجه كتخرجوه قبل بساعتين، يعني كتخرجوه ساعتين عاد من بعد كتخدموا به. والا كان عندكم في المجمد كتخرجوه قبل بليله، يعني كتخليوه حتى كيطلق على خاطرو عاد باش تقدروا تخدموا به. انا كما شفتوا معايا كناخذ جوج ديال الوريقات. انا حليت الورقه ديال الفيلو كلها وكندهن بشويه ديال الزبده اللي ذوبت على شكل نوازيط. كما شفتوا معايا في اول فيديو انا دهنت الصينيه بشويه ديال الزبده. صافي وبهذه الطريقه كنطوي الورقه ديال الفيلو وكنحطها في الصينيه. هنا انا كندير جوج ورقات، يعني كندير جوج بجوج. انا درت جوج ورقات اللي طويتهم على جوج، يعني هنا كيعطوني 4 ديال الطبقات تقريبا ديال الفيلو. وغادي نستمر بنفس الطريقه. هنا كنطوي الورقه على جوج لان عندي الصينيه صغيره. اذا استعملتوا صينيه اكبر راه ممكن انكم ما تطوش الورقه على جوج، تخليوها في الحجم ديالها وغادي تنقصوا من بعد الجنيبات. بالنسبه لكميه الزبده اللي كندير كميه قليله، يعني غير كندهن هذيك الورقه اللي كتكون من الفوق بشويه ديال الزبده صافي. من بعد كناخذ جوج ديال الورقات ديال الفيلو وكنطويهم. واخا يبان لكم الورق الفيلو كيتقطع راه ماشي مشكل، هو ورق الفيلو هكا كيكون كتحاولوا معاه غير بشويه. هنايا راه طويت جوج ورقات وغادي نعاود نحطهم كذلك فوق جوج ورقات الاولين اللي كنت طويت وحطيتهم في الصينيه.
من بعد ما كنحطها كنحاول انني نعطيها الشكل ديال المول، يعني كنحاول نضغطها من الجناب، وبهذه الطريقه كنعاود ندهن شويه ديال الزبده باش كنثبت عليهم الورقات الاخرين اللي غنحط من الفوق. كنكرر هذه العمليه 4 ديال المرات، يعني كندير 8 ديال الورقات ديال الفيلو كما قلت لكم. كنعاود هذه العمليه 4 المرات، في كل مره كنطوي 2 ورقات. المهم انني كندير 8 ديال الورقه ديال الفيلو او 8 من الورق الفيلو هو اللي كنلبس به هاد الصينيه ديالي. وهنايا من بعد ما وضعت اخر طبقه ديال ورق الفيلو كندهن كذلك الوجه ديالها بالزبده وكندهن الجناب. بالنسبه لهذيك 50 غرام ديال الزبده يعني استعملتها كلها. كنقطعوا داك الزائد ديال ورق الفيلو اللي كيكون هكا خارج من الجناب، وهو من الافضل انكم تخليو ورق الفيلو خارج شويه من الجناب، لان من بعد في الطياب غيبان لكم بان راه كيهبط. هادشي علاش من الافضل انكم تخليوه خارج واحد شويه باش كيجيكم مع الحجم ديال الحشوه هو هذاك، وما يجيكمش ورق الفيلو هابط والحشوه هي اللي خارجه من الفوق. صافي هنا من بعد ما لبسنا المول ديالنا بورق الفيلو كنديروا الحشوه في الوسط بهذه الطريقه هذه. غادي نحاول اني نوزعها بشكل اللي غيكون متساوي. بالنسبه للقياس، بالنسبه لشكل المول تقدروا ديروه مستطيل او مربع او يكون دائري على حسب الرغبه. هنا في هذه المرحله كنكون شعلت الفران على 160 درجه. كنخليو الفران ديالنا كيسخن، عاد من بعد كندخلوا ليه الطاوه. قبل ما كندخلوها الفران كنزينوها برقائق اللوز. بهذه الطريقه كديروا كميه اللي كتكون كثيره ديال رقائق اللوز. تقدروا كذلك ديروا البوعويد كما درت لكم معكم في الفيديو اللي كنت صورت لكم في رمضان. كان فيديو اللي فيه بزاف الوصفات، وكانت هذه الوصفه ما خداتش حقها صراحه في يعني في الفيديو ما تشافش بزاف، ما خدتش الوصفه حقها. كما قلت لكم كنسخنوا الفران كندخلوا ليه الطاوه، غيبان لكم ورق الفيلو هبط في الطياب. هادشي علاش قلت لكم خليو ورق الفيلو خارج باش يجيكم في نفس القياس ديال الحشوه. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ما كنجهدوش عليها العافيه، كنشعلوا ليها غير من التحت صافي. درجه الحراره كتكون متوسطه، انا شعلتها درت الفران على 160 درجه. العافيه كنديرها غير من التحت فقط، وكنتسنى عليها حتى كتحمر كلها. واخا تبان لكم تحمرات ما تزربوش وتخرجوها حتى تبان لكم بان هذيك الحشوه اللي في الوسط ما بقاتش كتحرك، يعني ولات شاده. كطيب بحال الكيكه، يعني كتكون الطياب ديالها بحال كي كنطيبوا الكيك. الا بان لكم الوسط كيتحرك، يعني كتحركوا الطبق بواحد شويه بان لكم الوسط كيتحرك، غادي تخليوها تكمل الطياب ديالها. واخا تبان لكم التحمرات ما تخافوش عليها، خليوها تحمر مزيان باش ديك الحشوه اللي في الوسط تشد راسها يعني وتجينا عاقده وما تجيش سايحه. صافي من بعد كنحطوها في طبق التقديم، كنزينوها بالعسل او ممكن تزينوها بالسكر كلاصي. انا غنديرهم بجوج كما غتشوفوا معايا في الفيديو، وكتقدموها بالصحه والراحه. حاولت نعطيكم كاع المعلومات نجاح هذه الوصفه. بالنسبه للطريقه ديال الطيب راه مهمه جدا نجاح هذه الوصفه، ما تجهدوش عليها العافيه، لان ورق الفيلو ما كياخذش لنا وقت بزاف في الطياب، وكذلك هذه الحشوه ديال اللوز ما كتبغيش الطياب بزاف. غادي تخلوها مده طويله في الفران، ولكن على عافيه اللي غتكون متوسطه باش طيب لكم الحشوه مع ورق الفيلو في نفس الوقت. هنا وصلنا لاخر الفيديو. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وخليو لي تعليقاتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.